السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. بيتوجه المستشار مرتضى منصور على الفور إلى محكمة دمنهور للدفاع عن الطفل ياسين الذي قام أحد المسنين بهتك عرضه. فريق عمل بالكامل من المحامين تابع للمستشار مرتضى منصور بيتوجه إلى محكمة دمنهور للدفاع عن ذلك الطفل بعد ما قام أحد المسنين في إحدى المدارس بمحافظة البحيرة بهتك عرض تلك الطفل. بجانب إن كان موجود في حيز المحكمة السيدة دي بتقول إنها يعني صديقة والدة الطفل، وكانت بتترجى الإعلاميين إن هم محدش فيهم يصور يعني ما يصوروش الطفل على أساس إن هو الناس ما تشهرش بيه وما ياخدش سمعة سيئة، لأن الموضوع طبعا مؤثر جدا على نفسية والدة الطفل. بجانب إن الناس طبعا في المجتمع الشرقي والعربي محدش بيرحم في الحاجات اللي زي كده، ولكن احنا كل اللي بنترجاه من المحكمة القضاء المصري العادل إن هم يحكموا على تلك الرجل أو الذئب البشري بأقصى عقوبة. والله أنا لو بإيديا لا طالب بإعدامه. وكمان الدادة وكمان مديرة المدرسة والمدرسة اللي حكى لها القصة، ولكن روحت ونامت وما كانش في دماغها أي حاجة وكملت يومها عادي. الموضوع دوت يا جماعة مؤثر جدا 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 على نفسية والدة الطفل وأكيد والده، لأن الحاجات دي انت بالاسلوب ده او بالطريقه الرخيصه ديت انت بتقضي على نفسيه طفل لسه في مقتبل العمر زي كده. بتعدمه نفسيا ومعنويا، بيفقد الاحساس يعني بالمسؤوليه والاحساس بالرجوله والحاجات دي كلها، لان الموضوع مش هيعدي عليه أكيد كده هباء منصورا، لأن الحاجات اللي بتبقى في صغر السن زي كده بتعلم مع الأطفال وبتفضل في ذاكرتهم لحد ما يكبروا. وكمان في ناس بتتكلم دلوقتي يعني عايزة تودي الموضوع لقصة مسلمين ومسيحيين ومش عارف ايه. لا، الموضوع مش عايزينه يدخل في الحيز ده، لأن في بعض الأقاويل بتقولك إن في يعني هو اشمعنى هو من دون اللي في المدرسة اختار طفل مسلم وما اختارش طفل مسيحي. أنا بقول لك المدرسة أساسا كاثوليكية والقائمين عليها معظم القائمين عليها مسيحيين. مش عارف أقول لك إيه، بس فالمهم يعني الموضوع يعني مش عايزينه ياخد الحيز ده، ولكن هو مرض نفسي والراجل ده مريض. ولكن يجب أن يعاقب وياخد أشد العقوبة، لأن الموضوع مش عايزينه الناس يعني تستسهل الموضوع دوت، وناس مرضى نفسيين فمش عايزينهم يتمادوا في تلك الأفعال القذرة. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعافي ياسين من الموضوع دوت ويقدر إن هو يعني ينتصر عليه نفسيا، لأن الموضوع ده بيأثر على نفسية الطفل بالذات لما يكون طفل 6 سنين صغير خالص. وربنا يصبر والديه إن شاء الله ويقدروا يقفوا على رجليهم ويكملوا معاه، لأن أكيد حالتهم سيئة جدا. والموضوع واخد شكل الرأي العام، الموضوع الكلام فيه كتير والجدل فيه كتير فهنشوف إن شاء الله الساعات اللي جاية احنا معاكم لحظة بلحظة، وكل جديد إن شاء الله انتظرونا دايما ومعاكم في الموضوع ده، مش هنسيبه لحد ما إن شاء الله الولد ياخد حقه. وانتظرونا كل جديد على قناتكم قناة محمد كريم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أشوفكم على خير. السلام عليكم.